مش غريب ابدا انه طبيعة المرأة ان يبقى في هذه التقلبات المزاجية والعاطفية. ده جزء من ملامح شخصية المرأة وجزء من جمال المرأة، انه مشاعرها تغلب عليها اوقات، والظروف اللي بتتحكم في المشاعر كثيرة. يعني اي حاجة في علاقاتها، في البيت مع اهلها، شغلها، الدراسة، الجامعة، تغيرات جسدية نفسية تحصل لها خلال الشهر بتغير من انفعالات المرأة. فأنت لما بتلاقي إنه هذه الفتاة اللي أنت بتكلمها أوقات تبقى لطيفة وفي حالة كده نفسية جيدة وبتتكلم ومرحة وبتهزر لآخره، ومرة تانية بتتكلم تلاقاها واجمة مش عايز تتكلم، متضايقة، ممكن زي ما يكون كانت معيطة أو حاجة زي كده، إجمالا مش غريب. إجمالا مش غريب. المرأة تميل إلى هذا، و70% من الفتيات كده التقلبات العاطفية المزاجية بتغلب عليهم. فإذا مش المعيار الأوحد لاستعدادها إنها تكمل معاك وإن هي فرحانة بالعلاقة هو مشاعرها وانفعالاتها وحالتها النفسية. لازم تدور في حاجات أخرى. هل هي عموما في قدر من الانسحاب المتدرج؟ ده لازم نميزه. هل هي في مرة تبقى مبسوطة جدا ومنطلقة، وفي مرة تبقى واجمة صامتة ساكتة في حالة مزاجية مش كويسة. لكن المرات اللي فيها مزاجها مش في أحسن حالاته، هل بتزداد ولا لأ؟ الكيرف هي القضية، إن لازم نحسب الأمور بمنحنى معين. هل بتزداد هذه الآونة ولا بتقل؟ لأنها لو بتزداد ومرة بتبقى فرحانة بيك ومرتين ثلاثة تبقى مش مقبلة على الوقت اللي بتتكلموا فيه معا، وبعد ده من شهر، وبعدين دلوقتي بقت الوقت أكتر، بقى بفترات اللي هي مش مقبلة عليك تبقى أكثر. ده مؤشر مش مريح. انه بيحصل، عيد مرة تانية، انه بيحصل هذه التقلبات ده طبيعي، لكن المنحنى بتاع او الكيرف، هذا المنحنى هل بيزداد ولا بيتقل؟ هل بتقل هذه الفترات ولا بتزداد خلال فترة من الوقت؟ لو بتزداد هذا يشير الى قدر من النفور ابتدى يتسلل جواها. لو هي يعني كل 3 4 5 مرات تبقى مرة لطيفة ومقبلة عليك، لكن ازدادت قوي الفترات اللي فيها تبقى مقفولة، ده بيشير انه النفور ابتدى يتسلل الى هذه العلاقة.